اهلا يا مرحبا. مدرب النصر لويس كاسترو اول ما طلع اسم المدرب يجيك تخوف طبيعي لانك ما تعرف المدرب، عكس لما تشوف منافسينك مثلا خيسوس مدرب معروف، لما تشوف مثلا نونو سانتو ايضا مدرب معروف حتى لما كان بالدوري الانجليزي. لكن دائما نقول مش قضيه بطولات، قضيه اسلوب المدرب، هذا هو اللي يهمك. مثلا تشافي اول ما درب السد القطري ما في انجازات، على طول من لاعب اعتزل على طول درب السد القطري، هم يؤمنون اسلوبه هذا هو اللي يهمك. احيانا تجي مدرب مثلا امريكا الجنوبيه محقق بطولات لكن اسلوبه الملعب ما يساعدك. لويس كاسترو لما تبعته مع دحيل كان الفريق يهاجم، الفريق يضغط، الفريق يستحوذ في اسلوب الملعب. مع بوتافوغو اسلوب مختلف، مع بوتافوغو لا، الفريق يدافع بشراسه وقدر المستطاع يحاول يلعب الهجمه المرتده. لكن انا بشرح لكم اسلوبه مع دحيل، والاسلوب المبدا هذا لو شفناه مع النصر، الاسلوب هذا اللي شفناه مع دحيل ايضا حتى مع شختار يخليك تتفائل وجوده مع النصر. لان النصر حتى العناصر اللي موجوده حاليا مع النصر، تتكلم على بروزوفيتش، اذا جانا فوفانا وتافيو، تتكلم على وسط قوي. العناصر هذه افضل من العناصر الموجوده مع دحيل، وهو اصلا كاسترو مع دحيل كان فريق يهاجم، فما بالك حاليا مع النصر عناصر اكثر جوده من لاعبين دحيل. الشيء المهم انه مع دحيل كمثال الفريق ما كان يدافع، الفريق كان يهاجم، بمعنى اذا كانت الكوره مع دحيل اثنين المدافعين تحصل اثنين لاعبين محاور من امامه عشان يستلمون الكوره، زائد انه مع الاستحواذ اثنين المحاور موجودين بوسط الملعب، اللاعب الثالث بالعمق الجناح الايمن يدخل العمق. كم صاروا 4 بالعمق، في جناح واحد فقط ما يدخل العمق فاتح على الطرف جهه اليسار، فتحصل 4 لاعبين كلهم بوسط الملعب وجناح واحد. يعني الفكره انت عندك جناح ايمن، عندك جناح ايسر، و3 محاور بوسط الملعب، ممتاز. هال3 محاور وين مهمتهم؟ مهمتهم بالعمق، ينتشرون بالعمق. واحد من الاجنحه يا اليمين يا اليسار يدخل وسط الملعب، يعني مثلا لو اليمين دخل وسط الملعب يكون 4 لاعبين الجناح الايسر فاتح على الخط، والعكس صحيح. احيانا تحصل مثلا الجناح الايسر داخل العمق والجناح الايمن فاتح بعرض الملعب، وتشوف الفريق يهاجم 7 لاعبين الى 8 لاعبين. وبنفس الوقت يعني فترته مع دحيل صعب انك تقيس عليه على موضوع بوتافوغو لان العناصر مختلفه. اعطيكم مثال، مع بوتافوغو مثلا كان يدافع، صعب انه يضغط. ليش صعب انه يضغط؟ انا اتكلم عن استنتاج، انا ما اعرف وش كلام كاسترو اللاعبين بوتافوغو، ولكن مثلا لاعب مثل ادواردو لاعب الهلال سابقا يعني كبير بالعمر ونزل مستواه ويلعب مهاجم ثاني. يعني مع دحيل كان يلعب 3 محاور بوسط الملعب، لانه مع دحيل ثلاثي بوسط الملعب يضغطون بشكل ممتاز وايضا يحافظون على الكره بشكل ممتاز، فهنا يطبق فكره الضغط والاستحواذ. لكن مع بوتافوغو كان ادواردو هو المهاجم الثاني، يعني 4-4-2، يعني ادواردو نزل مستواه وايضا العمر له دور، فبالتالي تحصل ادواردو كمهاجم ثاني، صعب ادواردو طول المباراه يضغط، بالتالي بوتافوغو على مستوى العناصر اقل، فمضطر انه يتراجع ويحاول يلعب الهجمه المرتده ويلعب الكرات الطويله. مختصر الكلام انه مع دحيل وفق الاسماء كان يهاجم ويستحوذ، مع فريق البرازيلي كعناصر هي اقل من بالميراس من انجب بالدوري البرازيلي، هنا صار يدافع ويلعب بواقعيه. ولكن هل مبدا اللي كان مع دحيل وكان مع الشختار لو طبقوا مع النصر التفاؤل موجود اكيد بلا شك انه مع لويس كاسترو، لانه العناصر تساعد اي مدرب على الاستحواذ، عناصر النصر اي مدرب تساعده. اتمنى التوفيق للنصر. ابنزل لكم لقطات مع دحيل وكان دحيل فريق يهاجم، وبنزل لكم لقطات مع بوتافوغو الفريق البرازيلي كان يدافع. لكن اتمنى من كل قلبي انه تجربته مع دحيل وتجربته مع الشختار انه نشوفها مع النصر، لا اتمنى تجربته مع بوتافوغو انه نشوفها مع النصر، لانه الوضع مختلف، العناصر اللي موجوده مع النصر عناصر ممتازه يتمنى اي مدرب على مستوى العالم. انا بطبيعتي دائما متفائل ومتوقع انه باذن الله راح ينجح كاسترو مع النصر. يعطيكم العافيه.